متجوزة عرفي، ليا حقوق ولا ماليش؟ طب انا دلوقتي جوزي اللي انا متجوزاه عرفي ده مات، موقفي ايه دلوقتي؟ طب انا فيه ولد، فيه نسب، فيه ولد من الزواج ده، هعرف اثبته ولا لا؟ ده اللي هنجاوب عليه النهارده. مبدئيا المتزوجة زواج عرفي ملهاش حقوق. يعني حتة انها تطالب بنفقة، بعدة، بمتعة، آه، كل الحقوق دي ملهاش حق فيها. الحق الوحيد لمتزوجة عرفي انها تلجأ للمحكمة بطلب تطليق، وقبل ما تطلب طلب التطليق لابد تعمل اثبات زواج بأحد الطرق بقى، بالورقة اللي معاها، بشهادة شهود، بأي طريق تثبت الزواج عشان بعد كده تعمل طلب تطليق. نرجع نقول تاني، حتى لما يتحكم لها بالطلاق ملهاش حقوق بعد الطلاق. مش زيها زي المتزوجة بقسيمة رسمية تطلب نفقة عدة ونفقة متعة ومؤخر، ملهاش حقوق في الحاجات دي. طب واللي بتقول إنها متجوزة عرفي وجوزها مات، بقت أرملة من زواج عرفي، ترث الراجل ده، تاخد في التركة يعني؟ لا للأسف ما بتاخدش في التركة، لأن القانون اشترط في الورث وثيقة زواج رسمية موثقة. طيب اللي متزوجة عرفي وحملت، ولدت، وزوجها بينكر هذا النسب، هذا الطفل، ليها بقى انها يعني ايه، تاخد خطوات انها تثبت نسب ولدها، بانها ترفع قضية، تعمل تحاليل دي ان ايه، شهود، بالورقة القديمة بتاع العرفي، تاخد طرق كتيرة عشان تثبت نسب ولدها. طب المحكمة بتقبل يعني نوعية القضايا دي؟ اه المحكمة بتقبل نوعية القضايا دي. اتمنى اكون فدت صاحبة السؤال، وفي انتظار الجديد من اسئلتكم ونجاوب عليها تباعا ان شاء الله. السلام عليكم.